اللي بيحصل في ليبيا لا يمكن يحصل في مصر، ومصر مش زي ليبيا خالص. قبل ما تفهمني غلط كمل معايا الفيديو للنهاية عشان تفهم وجهة النظر ومحدش يضحك عليك. فكرك تصلي على النبي في التعليقات، تعمل متابعة للصفحة، ويلا بينا نخش في التفاصيل. اليومين دول بدأ الشعب الليبي ان هو يحتج على وجود اللاجئين في بلده، ويؤمر او يستدعي حكومة بلده ان هي تخرج اللاجئين من بلدهم علشان خاطر الضغط على الاقتصاد والعنف اللي بيحصل في الشوارع وحاجات كتيرة بتحصل هم أدرى بيها وليهم كل الحق في اللي هم طلبوه. والأجمل بقى هو تحرك الحكومة وسرعة رد الفعل وتعاون الحكومة والشعب على هدف واحد لصالحهم، رغم التهديدات اللي بتيجي للحكومة الليبية من الخارج من منظمات حقوقية وكلام وحكومات معينة كده، ولكن الحكومة هدفها بلدها وشعبها بس، وده شيء جميل جدا ومن حق الشعب الليبي انه يعمل كده. هتقول لي يا عم بلال ما هو ده مش شيء جميل جدا، ليه ما ينفعش يحصل في مصر؟ هقول لك ان في مصر الوضع مختلف تماما. في ليبيا الحكومه لما اتحركت بناء على معطيات اقتصاديه وموارد عندها وحاجات هي بتتكل عليها، وتعرف ان هي تدير امورها بشكل صحيح لصالح بلدها وشعبها. اما هنا في مصر فالامور مختلفه تماما، فما ينفعش ان انت تجري ورا الحسابات الوهميه ورا الكلام الناس اللي بيقول لك اخرج اعمل مظاهرات واخرج اعمل زي الشعب الليبي واضغط على حكومه بلدك والكلام ده. لا خالص، لان احنا اتقرصنا قبل كده من 2011 وعارفين معنى الخروج ومعنى المظاهرات ومعنى الكلام ده. احتجاجك على وجود اللاجئين في مصر هنا احتجاج منطقي وطبيعي جدا، بس لو انت ملاحظ هتلاقي ان الحكومه بتاعتك والاداره السياسيه بتاعتك شغاله على الكلام ده بشكل سريع وشكل منظم وشكل صحيح جدا وبشكل يناسب طبيعه بلدك وطبيعه علاقاتك مع الناس بره وطبيعه مواردك واقتصادك والكلام ده. مصر هنا امنيا قويه جدا والحدود بتاعتك متقفله بشكل كويس جدا، ومفيش نمله بتخش بلدك ولا تخرج الا لما بيكون الامن عارف عنها كل شيء. صحيح بيكون في بعض الاختراقات بس ده طبيعي، لكن الغالبيه العظمى ان امنك بفضل الله مستتب. وهنا الاداره السياسيه بتعمل على خروج الموضوع بشكل تدريجي وبشكل امن للبلاد والعلاقه السياسيه مع بعض الدول. فما تجيش انت تمشي ورا الناس الوهميه اللي بيدفعوك للشر عشان خاطر يدسوا في وسطك كده ناس شريره يغيروا تفاصيل كتيره جدا. واكيد لنا في 2011 عبره يا جماعه، نعترض نطلع صوتنا بس بشكل محترم وشكل يليق بظروف بلدنا. وهنا ليبيا واللي حصل فيها شيء محترم جدا يخصهم هم وطريقه بتاعتهم، هم ليهم كل الحق ان هم يتعاملوا في بلدهم ويشوفوا بلدهم زي ما هم عايزين، واحنا برضو لينا الحق ان احنا نشوف بلدنا زي ما احنا عايزين. فعشان كده طالع احذرك من النعرات الكذابه اللي طالعه بتتكلم عن الموضوع وتهيج بعض الشباب ضد الدوله والكلام ده كله غلط، ما ينفعش تماما. احترم راي بلدك لان اكيد مش كل حاجه هتطلع تتقال، واحترم ان بلدك بفضل الله اولا ثم مجهود الناس اللي اشتغلت من 2011 حتى الان انت واقف على رجلك، سواء امن داخلي او حتى جيش يقدر يوقف اي عدو عند حد. مش كده ولا ايه؟ فده كان تحذير انا حابب اوضحه لك علشان خاطر ما نقعش في الفخ. ما تنساش دعمك لينا بعمل لايك وشير للفيديو. لو مش تابعنا على الصفحه تابعنا. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.